سبتك انا اهو يا عم اول يوم رمضان تصوم تصلي تقرا قران تاخد حسنات وما رضيتش افكرك وعكني عليك بالخازوق اللي اداهولنا سياده المستشار قبل رمضان. اعوذ بالله. اصل ده بصراحه خازوق كان مترتب له وانا كنت عارف، والحمد لله قبل الماتش ب3 اسابيع قايل لك على القناه ان ده خازوق وهنلبسه مغري. فتعالى بقى نتكلم مع بعضينا ونشوف ايه اللي حصل. اصل هي سهله، شفت اللي حصل امبارح في برنامج رامز مع باسم سمره واستاذ احمد السقا؟ ايه اللي حصل؟ قال ايه يا اخويا؟ ان هم اتفاجئوا ان ده مقلب. متخيل؟ يلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده كل سنه وانتم طيبين. صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، وسريعا مش طول عليك هكلمك في الهدف التسول اللي جه فينا واتحسب. هتقولي ليه تسول؟ هقول لك يا عم تسول طبعا مش تسلل. ليه بقى؟ لان التسلل واضح ان هو تسلل، لكن التسول ان انت تبيع ذمتك وتبيع ضميرك قصاد الهدف وتقول هدف صحيح. هنتكلم النهارده عن المحللين والمعلقين الرياضيين اللي احنا بنحبهم. في ناس هعلم لك عليهم. نبدا بقى بمين؟ بالكابتن ابراهيم فايق. فايق ورايق وعايق وفلوس السعوديه ظهرت عليه. يا كابتن ابراهيم انا راجل بحبك وبحترمك وعارف ان انت فير. اشمعنى الماتش ده ما كنتش فير؟ الماتش ده انت كنت مبهور، مبهور بمورينيو، مبهور بالسعوديه، مبهور بفلوس السعوديه. ما قلتش كلمه حق. انا مش شايفك قلت كلمه حق. انا ما شفتكش قلت ان الزمالك كان حلو جدا 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 وتغفل في جون اوف سايد. ماشي؟ انا ما شفتكش قلت ان الزمالك كان كويس جدا جدا وحرام انه يتغلب. انا شفتك بتقول الاهلي بابا الشغلانه، الاهلي جامد، الاهلي مش عارف ايه. طب ما يا كابتن ابراهيم الاهلي كان بابا الشغلانه في اخر 3 كؤوس ما بيننا. ما طلعتش قلت ليه الزمالك عالمي والزمالك قطعه او الاهلي النهارده غفله في جون. انا ما شفتلكش اي حاجه اشفع لك فيها ان انا ابقى بحبك زي ما بحبك كده. يعني انا بصراحه الماتش ده انت نزلت من نظري مش عارف ليه. يعني انا حاسس ان الموضوع كله شو. ندخل بقى على الحوار التاني، يعني حوار كبير قوي قوي. كابتن تامر بدري، انا غيرت المكان عشان اشوفه بوجهة نظر اخرى. يا كابتن تامر انت راجل عمال تقول انا عندي ورشة بعلم فيها التحليل الرياضي وبتكلم فيها عن الكورة واصول الكورة، وعايز تتعلم تتكلم في الكورة تعالى لي، وبتعمل دعاية للورشة بتاعتك. انا مسميها ورشة بقى بصراحة يعني. وعمال تتكلم في حاجات كبيرة قوي قوي قوي. طب ما اتكلمنا عن الجون. انا مش شايف انت ليه ما قلتلناش ان الجون اوف سايد بس اتحسب. يعني انت قول لنا الجون اوف سايد بس اتحسب، لان انا بفهم كوره وانت محلل رياضي كبير، المفروض على الاقل تقول ايه الهدف اوف سايد. طب انتوا ما سالتوش مورينيو عليه عن صحه الهدف؟ يعني انتوا معاكم مورينيو والهدف كان فيه قيل وقال ومشكوك فيه، ما سالتوش ليه السبيشال 1 ايه رايك يا كابتن مورينيو عن الهدف؟ بس انت خايف عشان انت عارف ان هو اوف سايد، صح؟ نيجي بقى للكبير اللي كل الزملكاويه بيحبوه وانا شخصيا بحبه، بالرغم ان انا مختلف معاه في بعض الاراء، بس انا فعلا بحبك يا عم احمد يا عم فيفي. انت يا كابتن باين عليك انت زعلان. ما اتكلمتش ليه ان الهدف اوف سايد، وما دافعتش ليه عن الزمالك، وما دافعتش ليه ان الزمالك اتخطف؟ عشان السبوبه والمصلحه اهم من الزمالك؟ انا بص مش هاجمك قوي، لان انا ممكن لو مكانك اعمل كده، لو انا مكانك ممكن يكون واخد تعليمات ان اقول كده، بس انت كزملكاوي دافع. طب اطلع بعد الماتش لما تشوف الجون كويس قوي وتلاقيه اوف سايد على صفحتك قول بهدف اوف سايد الاهلي فاز، لكن انت ما عملتش كده. وبرضه الزملكاويه لسه بيحبوك وانا برضه بحبك، بس دافع عن الزمالك. يعني بين لنا كده اشاره ان انت فعلا زملكاوي وبتحب الزمالك. يعني كابتن طارق السيد قالك بهدف اوف سايد، طبعا طارق السيد زملكاوي معروف. اطلع انت يا محلل وقول يا جماعه الهدف اوف سايد بس اتحسب، هنعمل ايه؟ يعني بين انت بتفهم كوره بس الظروف اقوى منك، لكن سكتم بكتم كده ما ينفعش يا كابتن احمد يا عفيفي. يا كابتن احمد يا عفيفي يا اللي جمهور الزمالك عمل اسمك. انا مش بهاجمك، انا بفوقك. ربنا يكرمك في الدوري السعودي وبتحلل فربنا يكرمك بقى يا باشا. بس ما تجيش علينا عشان في جمهور كتير قوي بيحبك ومصدقك. يعني في ناس كتير قوي بتحبك وبتصدقك وبتمشي وراك. فلما انت تقول الزمالك عمل ماتش حلو وبتاع بس الاهلي فاز وسكت وما جبتش حق الزمالك، انا ازعل منك. انت لو كان الهدف الاهلي شرعي والله العظيم ما كنت هزعل، كنت اقول يبقى حصل اللي حصل هنعمل ايه. لكن اتكلم عن ده واتكلم ان الهدف الاولاني ده التسلل كان السبب في الجول الثاني، ان الاهلاويه مش فاهمين. يقول لك طب خلاص يا عم هو اوف سايد، هم عارفين هو اوف سايد، بس هو بيحلل لنفسه برضه كمان يقول خلاص يا عم الغي الجون الاولاني واحسب جون قفش. فانت كمحلل رياضي فاهم قول لهم يا باشا يا بني ادم براس مش عارف ايه، لو ما كانش جون
الاهلي التسول اتحسب، ما كانش الزمالك هجم بكل خطوطه وضغط على الاهلي عشان يتعادل وساب مساحات اللي جه منها الهدف الثاني لقفشه، ما كانش ده هيحصل. والدليل على كده ان قبل الماتش الاهلي ما عملش هجمه. فلازم تفهم المشجع الاهلاوي والزملكاوي وجهه نظرك ان انت فاهم. خلاص يا جماعه انا مش عايز اطول عليكم عشان احنا كلنا صايمين وانا عطشان ماشي، فمش هطول عليكم. فاشترك بقى في القناه، فعل الجرس، ولو في اي ملحوظه قولها لي في الكومنتات. يلا سلام عليكم.